القات كلمة ينقصها أن تختتم باللام كي تعطي معناها بوضوح. فهذه الشجرة التي احتلت مساحات كبيرة من الأرض لتكسو المكان بلون الخضرة البهيج هي أشبه ما تكون بأفعى ملمسها ناعم وقاتل سمها. القات شجرة تحتل أغلب المناطق الزراعية الخضراء في اليمن، إذ تنتشر في محافظات عديدة من البلاد. فقد عمد الكثير من المزارعين في الآونة الأخيرة إلى استبدال أشجار البن والعنب والفواكه المختلفة بشجرة القات، كونها تدر عليهم دخلا يساوي أضعاف ما يمكن أن يجنونه من البن والفواكه والخضروات. وبحسب الإحصاءات المتوافرة تجاوزت المساحات المزروعة بالقات في اليمن 100,000 هكتار، يأتي ذلك على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى. ففي تقديرات منظمة الأغذية والزراعة تقدر المساحات المزروعة بالقات في اليمن بربع مساحة الأرض المروية، أي بما يقارب من 650 مليون. أدرجت منظمة الصحة العالمية القات عام 1973 ضمن قائمة المواد المخدرة. وهناك العديد من الدراسات التي أجريت على مادته بيّنت احتواء نبتة القات على مادتي نوربيدوفيدرين والكاثين المشابهتين في تأثيرهما للأمفيتامينات المنشطة. القات طبعا شيء مش كويس ومنظر غير حضاري لأي مخزن. القات والله هو هروب من واقع معاش إلى واقع أسوأ. القات هي الشجرة خبيثة جدا وهي أكبر معضلة للشعب اليمني. والله القات أحسن عاجي في اليمن، يكيف ويخدر بالواحد إنه ما بزي إنه واحد يسير قد ما بلا يخزن. تعب في الجيب، تعب في الصحة. أكرهه وأكره الناس اللي يخزنوا سواء كان من الجنسين. وبعيدا عن الجدل الذي مؤداه كون القات مخدرا أو منبها محرما أو محللا، يبقى القات محل تهمة لوقوفه وراء الكثير من الإشكالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. يرى المتعاطون للقات بأنه يمدهم بنشاط ذهني وعضلي، ويتوهمون بأن له فوائد صحية، بينما يجزم الأطباء والمختصون أن المواد الكيميائية المتواجدة في القات تعمل على تحفيز الخلايا العصبية، مما يقلل الشعور بالتعب والإجهاد في الساعات الأولى للتعاطي، ثم يعقب ذلك شعور بالكسل والقلق والاكتئاب. وهذا ما يفسر بالطبع حدة الطباع والعصبية التي تعتري متعاطي القات بعد انقضاء فترة النشاط الكاذب، وكذلك الميل للكسل الذهني بعد ساعات من التعاطي. شعوري بطاقة لأني أقدر أذاكر مرة ومرتين وثلاث. ما وصلناش الدراسة. رأي إنه القات لا ينفع لا الدراسة ولا لأي شيء. أخزن عشان نرتاح. والله القات يدينا شوية تدريجيا ويهبط نفس الخبر. كآبة وقلق، وهذا من أسباب القات. أحس أخدر وأكيف وأقوم أطلب الله. طفش وراحة وافتهان، يعني بين ذاك وذاك. ونلاحظ أن مخزن القات في فترة التخزين يمر بمرحلتين، مرحلة النشوة ومرحلة الاكتئاب فيما بعد. ثبت أن القات له دور أساسي في إثارة الأمراض الذهانية، فنجد مثلا في فترة الصباح يكون أهدى وتكون درجة الضلالات والهلاوس عنده بدرجة أقل، ولكن في المساء وخلال فترة التخزين وبعد القات تزيد حدة الضلالات وتزيد حدة الهلاوس.
وقد لاحظ الأطباء ارتباطا بين ازدياد حالات سرطانات الفم والفك وبين تعاطي القات كذلك، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ انتشرت عمليات استخدام مواد كيميائية غير مسموح بها عالميا ترش عليها في أثناء زراعته. يعد القات سبب رئيسي لأمراض الفم والأسنان نتيجة لما يحتويه من مواد سامة ومبيدات قد يمنع استيرادها في الدول الأخرى. لا يدمر القات الصحة فحسب، فهو لا يقضي على متعاطيه وحدهم، بل تمتد أذرعه إلى قوت الآخرين. فقد أكدت دراسات اقتصادية عديدة أن تعاطي القات يساهم في عدم التماسك العائلي بسبب النزيف المالي للموارد العائلية، والذي ينعكس بدوره على المستوى الصحي والتعليمي للعائلة، حيث يفقد متعاطو القات في الغالب الرغبة في العمل وتنخفض إنتاجيته نظرا للسهر في جلسات تخزين القات، ناهيك عن المزاج غير المعتدل والفتور المضني والشعور بالكآبة وعدم قدرته على تأمين احتياجاته من المال، مما يجعله في حالة فقر مستمر. وقد انعكس ذلك بوضوح على الناتج القومي من الزراعة على سبيل المثال. ففي سبعينات القرن العشرين كان الإنتاج المحلي 92.8%، وإجمالي استيراد الاحتياجات الغذائية 2.7%، لأن اليمن كانت تزرع الحبوب على مساحات شاسعة. ولكن ما إن أطلت شجرة القات بسيطرتها حتى انقلبت الموازين، حيث بلغ الاستيراد من الاحتياجات الغذائية 95%، بينما لم يتجاوز الإنتاج 5% فقط. ومن جانب آخر يهدر ما يقرب من 8 ملايين متعاطي للقات 23 مليون ساعة عمل يوميا، أي ما يساوي 11 مليار و680 مليون ساعة عمل سنويا. وإذا ما احتسبت الساعة المهدرة ب200 ريال فقط، فإن إجمالي ما يهدر في ضياع الوقت برفقة القات يساوي 2 تريليون و336 مليار ريال سنويا. نحن نخزن يعني بعد العصر لا قبل المغرب، ومن بعد المغرب نخزن لها الساعة هكذا 12 الليل. حوالي 4 ساعات 5 ساعات، وبعض الأوقات يعني للساعة 10 مثلا حوالي 7 ساعات 8 ساعات، من الساعة 3 عصر إلى 8 مساء. والله يمكن 6-7 ساعات. كما يبلغ الحد الأدنى الذي ينفق على شراء القات في المتوسط 500 ريال، أي ما يعادل 2.5 من الدولار، أي أن 8 مليون متعاطي للقات ينفقون 20 مليون دولار في اليوم الواحد، أي 7 مليار و200 مليون دولار سنويا. 5 و5 يا أخي، ما نشتري نزعب 5 و5. هذا أصلي، هذا جمبري ب12 يا أخي، ب12 هذا المغرب يا أخي كذا. القات كل مش محدد يوميا، يوم 500، يوم 1000، يوم 700، ويوم 800 على حسب الظروف. ما بين 2000 و 3000. لا 2000 و3. أقسم لك بالله. يعني في حدود 1500 1200 1000 أضعاف الإيمان. 900 1000 كذا بالشكل هذا. بنخزن ب 2000 ب 1500، بعض الأيام ب 3000، كل يوم يعني وله. إذا عضبك 500 ريال. أخزن ب 2000 ب 1005. أنا أخزن ب2000. أنا أخزن ب5000 6000. بعضهم بيتغطى ب50 وبيخزن لك ب1500 ب2000. ولا بنصر زاد عندي ديون، كلها ديون لأنه ما فيش حاجة، آخر الشهر بيجي خليها الله ملاحق احنا والمقاوتين. والله هي أنا وأخواني مش أنا لوحدي، يعني بحدود 10000 ريال. والقات نخزن به شهوة من الناس. تشير آخر الإحصاءات المتوافرة إلى أن اليمن تتصف بالشحة المائية الحادة، حيث أن متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة في العام الواحد لا يتجاوز 5 متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط، و1 على 50 من متوسط نصيب الفرد في العالم. ويكاد يكون نصيب الفرد اليمني عشر ما يحتاجه الإنسان لإنتاج غذائه وإرواء عطشه. اليمن تعتبر من الدول الشحيحة في مواردها المائية نتيجة لظروف جغرافية ومناخية متعددة، ونصيب الفرد
في اليمن من المياه لا يتجاوز 120 متر مكعب في العام من المياه المتجددة، وهذا يعني نسبته أقل من 1/60 من نصيب الفرد، المعدل نصيب الفرد في العالم كله. القات كمحصول نقدي رئيسي في اليمن، يمكن يكون أهم محصول نقدي في اليمن، يستخدم كميات هائلة من المياه بدون ما يضيف إلى ثروة البلد أي شيء، لأنه في الحقيقة الدورة الاقتصادية للقات هي دورة داخلية لا تنتج ثروة، ولكنها تعطل ثروات كبيرة، تستهلك ثروات المياه وتستهلك ثروات الوقت والجهد والطاقة من الشباب والرجال في اليمن والعاملين. ومع هذه الأرقام المخيفة يعمد المزارعون إلى استنزاف ما في باطن الأرض من مخزون مائي عبر حفر الآبار الجوفية العشوائية، حيث يتواجد في اليمن أكثر من 100,000 بئر للمياه، 40% منها للمياه الجوفية تذهب لزراعة القات دون غيره من المحاصيل، مما يعرض موارد البلد المائية للنضوب والمدن للعطش. ثمة أضرار اجتماعية عديدة لتعاطي القات تتمثل في نشوء استعدادات غير طبيعية تساعد على الانحراف إلى الإجرام بسبب ما تكلفه هذه العادة السيئة من أموال تجبر المستهلك على كسب المزيد من المال ليرضي رغبته، والغاية عنده تبرر الوسيلة، فلا مانع من استغلال مركزه الوظيفي في الحصول على الرشوة وتقديم الخدمة لمن لا يستحقها مقابل مبلغ من المال للحصول على ثمن القات. الأسر أيضا في نفس الصعيد كثير من المشكلات والصراع والوجود فجوات ما بين الأب والأبناء، ترك الأم للأولاد بسبب القات. كثير من حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم يكون سببها أن أحد الزوجين منشغل بالقات ولا يهتم بالآخر، لا يقوم بالتزاماتها العائلية. القات هو الآن بطل الموقف في المحاكم، بطل الموقف في الشارع، بطل الموقف في الاقتصاد. إن غالبية الشباب الذين يتعاطون القات هم من الطبقات المتوسطة أو الفقيرة، وما يمتلكونه من دخل يستهلك في الإنفاق على شراء القات مما يحول دون القدرة على الزواج، كما أنه قد لا يوفق في إيجاد شريكة حياته والتي قد ترفضه بسبب تعاطيه للقات والدخان. لقد دمر، أنا أستطيع أن أقول أنه قد دمر المجتمع اليمني وجعله مجتمع منشغل بالقات، ولذلك تجد أن الناس حتى عندما تكون لها مواقف معينة في قضايا ذات أهمية بالغة ينتهي موقفها مع القات. حتى العبادات صار القات مؤثر عليها، فستجد أن الناس ستقدم صلاتها أو تؤخرها بما يتناسب مع القات. كان القات إلى فترة زمنية غير بعيدة في اليمن ظاهرة يومية في ملتقيات ومجالس الرجال، ومن المعيب على النساء وخاصة غير المتزوجات أن يتعاطين القات، حيث تمنع الأسر الأطفال والنساء من تعاطيه. ولكنه مع وجود مصادر دخل لعديد من النساء وتغيرات في رؤية المجتمع للمرأة، انتشر القات بين أوساط النساء بشكل كبير. أما بالنسبة للأطفال ما تحت سن العاشرة فما يزال تناول القات محدودا للغاية، لكنه يتزايد بشكل مخيف في أوساط طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، فالاعتقاد بأن تعاطي القات يساعد على الاستذكار دفع الطلاب إلى تناوله، بالإضافة إلى أن الآباء المتعاطين للقات لا يمنعون أولادهم من تعاطيه، بل يشجعونهم اعتقادا أن ذلك من الدلالات على الرجولة والمشاركة المجتمعية. يزيد من انتشار القات في اليمن عدم صدور تشريعات قانونية تحرم تعاطيه أو الاتجار فيه، مقارنة بالدول التي اعتبرته من المواد المخدرة المحظورة. إن المشكلات جلها في هذا البلد دائما ما تقودك إلى جان واحد اسمه القات. اليمن بوجود القات مستقبلها مظلم، وهي آفة كبيرة جدا، ونتمنى أن نخطو خطوات
مثل الدول التي يعني أتت بعدنا وسبقتنا، لأنه ليس عندها قات. أنا متفائل كثير أن اليمنيين أن عندهم حكمة وعندهم إدراك، مجرد ما يعرفوا أن هذه الشجرة هي سبب البلاء إنهم سيتخلصوا منها في أقرب وقت إن شاء الله. إن الحاجة إلى إيجاد كيان موحد يجمع أصحاب القرار والفكر وقادة الرأي والشخصيات الاعتبارية ورجال المال والأعمال وأصحاب الأقلام المؤثرة أضحت ضرورة ملحة لمواجهة خطر السرطان الأخضر، ليكون اليمن جميلا بلا قات، لحياة أفضل لنا ولأجيالنا.